جريمة قتل سيدة أواخر الأسبوع الماضي. القاتل ربما سائق سيارة أجرة، والاشتباه يستند حسب التحريات الأولية للشرطة إلى بعض الأغراض الخاصة بالضحية وجدت بحوزة المشتبه به. التفاصيل مع أمين بالكوري الذي أجرى الروبورتاج والتحرير لياسين الكوينتي. أصابع الاتهام حسب التحريات الأمنية الأولية تشير كون هذا السائق لسيارة أجرة صغيرة متورط بقتل امرأة قبل أيام. الضحية فارقت الحياة بعد عثورها متأثرة بجروح بالطريق الرابطة بين الزية وأشقر. الفرقة الجنائية تمكنت من حيازة الهاتف الضحية لدى المشتبه به. كما تم العثور بحوزة هذا الأخير على مجموعة من الأشياء تخصها، بالإضافة إلى أن خاتم يده تم العثور به على بقع دموية، وأيضا داخل سيارة الأجرة التي يعمل بها. وحسب التحريات فإن سائق سيارة الأجرة أقل الضحية ليلة الجمعة السبت، وبداخل السيارة تم العثور على آثار دماء. وبالاعتماد على سجل المكالمات الهاتفية تفيد القرائن كون الضحية اختطفت قبل 24 ساعة من العثور عليها. البحث لازال جاريا تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة استئناف. فيما يخص المحجوزات قد تمت إحالتها على المختبر الوطني. الشرطة القضائية بمدينة طنجة وفي إطار مواصلتها للتحريات أرسلت عينات من الدماء التي تم العثور عليها إلى المختبر الوطني لتحديد البصمة الجينية ومطابقتها مع الضحية. وبعد استكمال التحقيق سيحال المشتبه به على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.